السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مقروء. والنهاردة أنا هتكلم عن كتاب مهم جدا أنصح كل إنسان مسلم بأنه يقرأه، لأن هو هيوسع ثقافته تجاه الاستشراق ويعني بطلان. وإن هو الكتاب ده هيبين لك إن الاستشراقيين بيتناولوا منهج يعني مش حقيقي وضد الحقيقة، والحقيقة واضحة قدام عينيهم، وهتفهم ده من خلال قراءة ادعاءاتهم ودلائلهم ونقد الكاتب ليهم. والكتاب ده هو اسمه دفاع عن القرآن ضد منتقديه، للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله. اللي ما يعرفش الأستاذ عبد الرحمن بدوي فهو دكتور في الفلسفة، والحقيقة إنه هو يعني أكثر إنسان عربي مسلم كان يفهم في الفلسفة أظن في القرن الماضي وحتى الآن يعني. فهو يعني لم يتزوج وكان متفرغا للفلسفة والعلوم الإنسانية والتحقيقات بشتى المجالات، وترك يعني كتب كتيرة جدا، وعمل موسوعتين: موسوعة اسمها موسوعة الفلسفة، وموسوعة اسمها موسوعة الاستشراق. وله وأعتقد أنه كمان ترجم السيرة النبوية للغة أجنبية، وترجم بعض الأعمال الأدبية زي دون كيوختا، ترجمها كاملة. وله كتابان في الدين، والحقيقة ان الكتابين دول يعني مهمين جدا جدا لأي واحد يقراهم. والكتاب ده هو اسمه دفاع، اللي انا هتناوله النهاردة، دفاع القرآن ضد منتقديه، ودفاع عن سيدنا محمد ضد المنتقصين من قدره. وفي الكتاب ده يقول فيه الدكتور عبد الرحمن بدوي بأنه هو اعتمد فيه المنهج الموضوعي العلمي، ولذلك فعلا هتلاقي ان الكتاب صغير 200 صفحة، وبيستخدم اسلوب اللي هو يعرض الاراء ويبدأ هو ينقدها، ثم بعد ذلك يأتي بتفسيره الخاص او بالرد. والكتاب ده فيه 13 فصل. الحقيقة ان انا ما قرأتش كل فصول الكتاب، لاني وجدتني في غاية عن قراءتهم، يعني ما كنتش عاوز اقراهم، قريت اللي انا محتاجه والباقي سبته. وانا هقرأ الفصول دي دلوقتي. الفصل الاول اسمه ماذا يعني الوصف أمي الذي يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام. والفصل الثاني الموازنة الخاطئة بين القرآن والعهد القديم. والفصل الثالث معنى كلمة فرقان. والفصل الرابع الافتراضات الخيالية لمارجوليوس أو لمارجوليوس. والفصل الخامس إكناتس جولسير والقياس الخاطئ بين الإسلام واليهودية. والفصل السادس الصابئون في القرآن. الفصل السابع الرسل في القرآن. الفصل الثامن قراءة هليلينية خيالية للقرآن. الفصل التاسع هل البسملة مصدر في العهد القديم. الفصل العاشر فشل كل محاولة لترتيب زماني للقرآن. الفصل 11 مشكلة الألفاظ الأعجمية في القرآن. الفصل 12 حول النداء القرآني يا أخت هارون. والفصل 13 قضية هامان. وهتلاقي فصول قصيرة جدا بتبدأ، يعني هتلاقي 10 صفحات، وهتلاقي الفصول يعني بتاخد يعني كتير جدا، تلاقي 20 صفحة و30 صفحة. الدكتور عبد الرحمن بدوي قال في الكتاب اللي هو اختار القضايا اللي يتكلم عليها، اللي هو شاف اللي هي تبقى يعني ليها شافها مهمة يعني. وأكتر فصل الحقيقة أفادني هو فصل الثاني، اللي هو الموازاة أو الموازنة الخاطئة بين القرآن والعهد القديم. وفي الفصل ده هو تقريبا هو الفصل ده كبير شوية، حوالي 30 صفحة. الفصل ده الدكتور عبد الرحمن بدوي بيقارن ما بين القرآن الكريم وآيات ادعى المستشرقين ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقتبسها من العهد القديم. وطبعا انت لما تيجي بقى تشوف الآيات وتشوف الآيات اللي هم استخدموها، تكتشف قد ايه جهل هؤلاء المستشرقين، وتكتشف قد ايه ان هم يعني للأسف يعني لم يروا الحقيقة رغم انها مرئية. هو يبدأ اول حاجة يجيب لك الآية القرآنية، ويجيب لك الآية اللي هم ادعوا لها شبهها في العهد القديم، وبعد كده بيقارن ما بينهم من ناحية البلاغة. فتكتشف ان الآية القرآنية لها معنى خالص، لها معنى تاني خالص، وآية العهد القديم لها معنى تاني. وغالبا بتبقى آية العهد القديم يعني سذاجة أكتر، فيها سذاجة أكتر.
بينما القرآن بتجديه نظرته تجريدية ونظرة أعمق من كده بكتير. حتى إن الدكتور عبد الرحمن بدوي بيستغرب إزاي هم لقوا وجه تشابه ما بينهم يعني. وده فصل أفادني أنا شخصيا كتير. والفصل التاني اللي هو الفصل الثامن اللي هو قراءة هليلينية خيالية للقرآن. أنا الحقيقة ما كنتش أعرف يعني إيه كلمة هليلينية لغاية ما بحثت عنها في جوجل، واكتشفت اللي هي محاولة لبعث الديانة الهليلينية اليونانية القديمة اللي هي ديانة الآلهة الكتير وال12 إله والأوليمب وما إلى ذلك. فهو الدكتور عبد الرحمن بدوي بيبين لك إيه في الفصل ده؟ بيبين لك إن الناس بتقرأ القرآن قراءة هليلينية وخيالية كمان. يعني على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن فيما معنى الآية وليست الآية بالنص: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن محمد استفاد ده من منهج أرسطو لما قال إن الحقيقة وسط ما بين طرفين. يعني كلام كله تخاريف يعني. وطبعا يعني قيس على كده بقى في الفصل ده بيعرض لك في حاجات كتير شبه الكلام ده. فهم بيقرأوا القرآن قراءة هليلينية وخيالية كمان. ده فصل الحقيقة أفادني. والفصل السادس اللي هم الصابئون في القرآن، وبيبين لك فيه معنى الصابئين من خلال المستشرقين وعلماء المسلمين. وفي الآخر بنكتشف إن الصابئة هم اللي الدكتور عبد الرحمن بدوي قاله لما مستشهدا برأي الشهرستاني في الموضوع ده. والشهرستاني هو صاحب كتاب الملل والنحل، وابن حزم الأندلسي رحمه الله يعني عمل كتاب كده اسمه الفصل بين الملل والنحل. يقول الشهرستاني في ذلك الكتاب أن الصابئة هم عبدة الكواكب الذين كانوا يعبدون الكواكب أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله، ولذلك استشهد بآية قرآنية. هم طبعا بيقولوا إن الصابئين دول مستشرقين، بيقولوا آراء وكله بيقولوا ما عندهمش دليل يعني. ثم الفصل الثاني اللي أفادني ويعتبر يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أكتر حاجة أفادتني في الكتاب ده من وجهة نظري أنا، اللي هو بين لك يعني منهج المستشرقين. يعني عرفني على جوهر ولب المستشرقين. وجوهرهم في المقام الأول إن هم لا يريدون الحقيقة، وإنما يريدون أن يبطلوا هذا الدين. يعني ده اللي أنا استفدته، وده اللي أنا بقى عندي يقين ليه. حتى أنا ممكن أقرأ لكم يعني جزء من المقدمة. والدكتور عبد الرحمن بدوي بيبين يعني جوهر الكتاب كله في المقدمة. يعني مثلما يقولون المقدمة هي أول ما يقرأه القارئ وآخر ما يكتبه الكاتب، فلذلك هي بتيجي فيها لب الكتاب كله. أو بيقول فيها في المقدمة في الصفحة رقم 7: وبرغم أن هؤلاء الكتاب اللي هم المستشرقين قد توفرت لهم أدوات فهم اللغات منذ بداية القرن الأخير حتى يومنا هذا، إضافة إلى توافر نشر المخطوطات، ألا إنهم أصروا على تقديم نظرياتهم الخاطئة من خلال تصوراتهم الزائفة للقضايا الوهمية التي طرحوها حول القرآن، وطرحوا نتائج زائفة توصلوا إليها. ومن أجل ذلك تصدينا في كتابنا هذا لفضح هذه الجراءة الجهولة الحمقاء عند هؤلاء المستشرقين حول القرآن. ونبدأ بتسجيل بعض الملاحظات العامة. ركز هنا. 1. إن معرفة هؤلاء المستشرقين للغة العربية من الناحية الأدبية أو الفنية يشوبها الضعف، ويمكن القول أن هذه الملاحظة تخصهم جميعا تقريبا. 2. إن معلوماتهم جميعا المستقاة من مصادر عربية جزئية ناقصة وضحلة وغير كافية، وهم يرمون بأنفسهم في مغامرة طرح فرضيات خطيرة وخاطئة يعتقدون أنهم أول من توصل إليها،
دون تكليف أنفسهم عناء التقصي لدى تلك المصادر عن نفس المعضلات التي يثيرونها. إذا تطرق الكتاب المسلمون في حقيقة الأمر لهذه الفرضيات واعترضوا عليها. 3. إنما يحرك بعض المستشرقين دافع الضغينة والحقد على الإسلام، مما يفقدهم الموضوعية ويعمي بصيرتهم بطريقة أو بأخرى، وهذا ينطبق خاصة على هيرشفليد، هورفينتس وسبير. طبعا أنا مش عارف أقرأ أسمائهم، لكن اسمها هيرشفيلد وهوروفيتس وسبير. وطبعا الدكتور بيمرمط بكرامتهم وبيثبت إن هم يعني غلط في كل شيء من خلال الكتاب، وده فعلا بيتبان، يعني بيبان من دعاويهم أصلا، بيتبان إن هم يعني ضايعين خالص ورايحين في سكة تانية خالص. 4. لقد ذهب بعض السطحيين إلى الإعلام بأعلى صوته أن في القرآن انتحال وتقليد وسرقة، معتمدين على تشابه لا أساس له، وهذا ما قام به مستشرقون مثل جولد سيهر شفالي مورجوليوس. ونتحفظ نوعا فيما يتعلق بنولديكا الذي يتبرأ نوعا من مؤلفه تاريخ القرآن عندما رفض إعادة طبعه، تاركا المستشرق شفالي يقوم بهذه المهمة، فطبع الكتاب ثانية وأصبح يعرف بكتاب نولديكا شفالي. 5. لقد كان بعض من هؤلاء المستشرقين مدفوعا بالتبشير والتعصب المتحفز، مثلما هو الأمر بالنسبة للمستشرق ويليام وير. يعني شوف الدكتور عبد الرحمن بدوي ربنا يرحمه ويغفر له، يعني بيقدم لك خلاصة تجربته الحية، بيحطها لك في كتب، بيحطها لك كده، يعني بيبين لك جوهر المستشرقين. ولن نعالج بطبيعة الحال في هذا الكتاب كل القضايا التي أثارها المستشرقون بصدد القرآن الكريم، فلم نتطرق إلا لتلك القضايا التي بدت لنا أكثر أهمية، كما حصرنا بحثنا في الفترة ما بين منتصف القرن 19 إلى القرن 20. ومنهجنا في بحثنا هذا هو المنهج الوثائقي والموضوعي الواضح، وهدفنا كشف القناع عن العلماء المزعومين الذين قدموا الضلال والخداع لشعب أوروبا ولغيره من الشعوب الأخرى، لكننا في نفس الوقت نؤكد أن القرآن الكريم يخرج دائما منتصرا على منتقديه. دكتور عبد الرحمن بدوي. وأنا أقول لك يا دكتور أنك قد نجحت وأفلحت في أن تبين تلك النية وذلك الهدف. يعني دي لمحة بسيطة جدا عن هذا الكتاب، أنصح كل واحد بأنه يقرأه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.